باسم مؤتمر ستار في صرين ندين ونستنكر هذه الأعمال التي تعرض لها المرأة، ونقول باسم نساء العالم: كفى لقتل النساء، كفى للسلطة الذكورية التي تحاول كسر إرادة المرأة، وهذا ما أدى إلى حالات الانتحار التي تتعرض لها المرأة فقط. ونحن كنساء عرب وكرد ومن جميع المكونات لا نقبل بهذا الشيء الذي أصبحت المرأة ضحيته، واليوم أيضا نخسر زهرة ثانية ذهبت ضحية فكر هذا المجتمع الذي لا يرحم المرأة. وآخر شيء نقول: كفى للانتحار بحق المرأة، يجب أن تكوني قوية في وجه الصعاب. ونقول: كفى للقتل، فاليوم المرأة هي الأم وهي الأخت، وهي ليست نصف المجتمع بل المجتمع بأكمله. لا لقتل المرأة، لا لقتل المرأة. جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي. أنا دعاء من منظمة سارة، دعاء درويش من منظمة سارة. من الضغوطات اللي عليهم من الأهالي من الذكورية، لأنه أخذين لحقها. المجتمع هون بصرين أو بأي مكان المرأة ما إلها حق. هون الزلمة له الحق أكتر. بنجيب الاثنين ومنواجههم مع بعض، بنشوف من الغلط، بس أكتر شيء الغلط بيطلع على الزلمة. يعني المرأة على طول آكلين لحقها، وهون في المجتمع اللي هون يعني المرأة ما إلها كلمة. بفكروا المرأة إنه شيء هيك يعني ما إلها مكان بهالعالم، بس الذكورية خلص هدول هن إلهم حق على طول، ما إلها حق المرأة. نحن بنوعيها للمرأة، نعطيها حقها، يعني ما بنضغط عليها إنه لا تنتحر ولا شيء. يعني لازم تتكل على حالها، تقوى شوية، لا تطلع على الزلمة ولا شيء، تاخذ هي حقها بإيدها. لا مو حل. هي فيها تاخذ حقها بإيدها، هي فيها توعى الدنيا، فيها كل شيء تعمل بإيدها، وما تتكل لا على هذا ولا على هذا. هاي من الضغوطات اللي عليها. في أحيان بتلاقي ضغوطات نفسية عليها، يعني ما بتلاقي حل إلا الانتحار قدامها. لا، في حل تاني، فيها توعى، فيها تقوى لحالها، فيها تأسس حالها، ما ترد لا على هذا ولا على هذا هيك. يعني أو فيها تجي لعنا نساعدها إذا بدها حماية أو شيء، نحن بنحل المشكلة. هاي بدها حد يوعيها، لازم نطلع نوعي. نحن عم نطلع نوعي منظمة سارة. عنف هيك شيء يعني. هلا في حاليا بعنف قليل بالصرية، نسمع، بس النسوان ما بيقدموا على حالهم، انه بيخافوا لا يطلقوا او شيء، انه الحل عندهم يسكتوا وخلص. بس نحن عم نطلع نوعي وهيك.